آه، أولا شكرا، جريدة الديوان، ديوان تي في، الزملاء فيها المهنيين على هذا الحضور وعلى تشريفهم لنا في هذا المعرض اللي هو معرضهم بالدرجة الأولى. هذا المعرض هذا هو واحد عصارة ديال التجارب كثيرة جدا مريت منها كشخص، تقريبا تستغرق الإنجاز ديالو واحد 15 سنة أو أكثر. هناك لوحات اللي عندها 15 عام، كاين اللي عندها 12 عام، كاين اللي عندها 10 سنين، كاين لوحة اللي عندها غير سيمانة. الحمد لله اكتمل المعرض في الوقت اللي كان مستحيل أنه يدار. الاعتبار بسيط هو أنه كل ما كنت نرسم شي صورة وكنحطها في الفيسبوك، كان مجموعة من الزملاء صحفيين وفنانين وتشكيليين وسياسيين كيطلبوني في الخاص باش نبيع، وكنت كنبيع، ولهذا كان صعب جدا أن هذا المعرض أنه يكتمل. حاليا بالمساعدة وكالة فوريو أجونسي واللي على رأسها السي أحمد نشاطي اللي هو زميل صحفي أيضا، تمكنا أننا نديروا هذا المعرض اللي جاء تحت تيمة كيمياء العيون وشغف النظرة. وانا حاولت ما امكن نترجم هذيك الكيمياء اللي كاين في المختبر ديال العيون، احساسها، احاسيسها كامله، الفرح، الحزن، الانكسار، الاحباط، الانفعالات مع الاخر، كلها نترجمها للون، وتم ترجمتها الى لوحات بخلفيه مسرحيه، لان كل لوحه هنايا هي عباره عن مشهد حي يتحرك، يتنفس، ينبض. كيف قلت لك اللي ساعدني في ترجمة هاد الأحاسيس هي ربما الخلفية المسرحية، بحكم أنني سينوغراف أتعامل مع الضوء، مع اللون، مع الأشياء، مع الشخوص، مع الأمكنة. والحمد لله جاء المعرض بهذا الشكل اللي هو في دابا تقريبا 26 لوحة، وكان في الأصل واحد 43 لوحة واكتفينا ب 26 باش تكون كتماشى مع التيمة، تيمة كيمياء العيون وشغف النظرة. في الأصل كان التيمة هي عنفوان ومرأة، ولكن لأننا ضفنا مجموعة اللوحات تحولت التيمة إلى كيمياء العيون وشغف النظرة. شكرا جزيلا للزملاء ديالنا في الديوان، في جريدة الديوان، وعلى رأسهم سي نور الدين حفظان وأمينة وباقي الزملاء. شكرا جزيلا.